الميه دي كفيله لتنشيط الفروه بتاعه الراس، حاجه قويه جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكون سنه سعيده عليكم كلكم. هعمل لحضرتك وصفه النهارده لتطويل الشعر وتكثيفه بطريقه غير عاديه، هتنبهري بشعرك ده ان شاء الله. بالوصفه ديت سهله جدا ومتناوله في البيت وموجوده في المطبخ وتقدري تعمليها يا ست الكل. اول حاجه في المكون بتاعنا يا ست الكل النهارده هنجيب الرز. سيبك من الحاجات دي كلها، احنا هنحتاجها نركنها كده على جنب علشان انت ما تتبرجليش، وهنمشي مع بعض خطوه خطوه. خبي كل حاجه ورايا اهو. بص يا ست الكل، صلي على النبي كده، قربي. هتاخدي حوالي 3 معالق كبار. بعد كده يا ست الكل اللي احنا هنحتاجه، مش هنحتاج الرز دلوقتي غالي. هتحطي ايه؟ ميه. وبعد كده يا قمر هتغطيه وهتسيبيه لحد ما الرز ده يبدا يعمل عمليه امتصاص للميه. احنا كل اللي احنا عايزينه في الحاجات دي، عايزين بس الميه اللي موجوده دي. الميه ديت هوريها لكم دلوقتي في تكمله الفيديو، خليكم معانا. تاني مكون معانا يا قمر البصلايه. البصل ده يا جماعه منشط للخلايا بطريقه غير عاديه، حاجه كويسه جدا. اول حاجه هتعمليها بصله تكون حمراء وتبشريها بشره كويسه. كل ده هيحصل قدام حضرتك دلوقتي. هتبداي تعملي عمليه ايه؟ احنا عايزين كل اللي ما عايزينه الميه دي. الميه دي بس يا جماعه هنحتاجها، والله العظيم ما تنسيش بس الصلاه على حضره النبي. الميه دي كفيله لتنشيط الفروه بتاعه الراس، حاجه قويه جدا. الروزماري ده قوي جدا لانبات فراغات الشعر وتقويه وتطويل. تاخدي منها حوالي معلقتين كده، حاجه قويه جدا. سبحان الله، شفاء من كل داء الا السام، الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليها. بعد كده ورق اللوري، هتاخدي منه مثلا حوالي 4-5 ورقات زي ما حضرتك شايفاه كده. ده يا ست الكل ده القرنفل او المسمار، هتحطيه بنفس الطريقه، تاخدي حبه كده وتحطيهم معاهم. طيب خلصنا على كده؟ لا يا ست الكل، بعد كده يا ست الكل هتبداي تحطيه على النار وهتسيبيها لمده زي ما انا قلت من 3-5 دقايق. بس اهم حاجه في النقطه دي ان حضرتك تقفلي الغطاء، البخار اللي بيطلع هو الاساسي اللي احنا عايزينه. 5 دقايق بالكتير وهيطلع المكون معانا. بعد كده يا ست الكل توصل معاكي للمرحله دي ان المكونات كلها تبقى تندمج مع بعض. طيب حاولي تصفي الميه، احنا عايزين بس كميه شويه الميه اللي موجودين دول مع بقى عصره الحاجه اللي موجوده في قلب المكونات دي. ده اللي احنا عايزينه. طيب خلصت الوصفه على كده؟ لا 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 لا. شايفين شويه البصل او ميه البصل اللي موجوده دي فيها بقى مع المكون ده؟ خلي بالكم مش هتلاقوا ريحه وحشه. هحط لكم حاجه دلوقتي جميله جدا تضيع الريحه وتخلي الوصفه تاخد مفعولها القوي. الميه وصلت لايه؟ ميه الرز اهي. وبعد كده هنصفي ايه؟ ميه الرز. طبعا انا بوريكم بس عشان تعملي الكميه كلها. طبعا كل ما بتقعد عندك في التلاجة مش هتبوظ. تاخدي يا ست الكل نقطه واحده كده من زيت النعناع. الزيت ده مركز، نقطه واحده بس كده. وبعد كده تبداي تقلبيها، مش هتلاقي ريحه البصل موجوده فيها نهائي. بعد كده يا ست الكل اي بخاخه عندك بقى هتبداي تعملي عمليه ايه؟ مليها. امليها اهو زي ما انت شايفه كده.
نيجي بقى لفقره استخدام الصحيح ليها. اول حاجه يا ست الكل، اي وصفه انا بعملها لازم يكون الشعر وهو مبلول، يعني خد الشاور بتاعك واعملي عمليه فرك للشعريه، وبعد كده هتبداي تعملي بخ للايه، للفروه، وصلي الرش ده كله للفروه. وبعد كده يا ست الكل هتسيبيها على شعرك لمده ساعه، وعايزه تغسليها خير وبركه، عايزه تسيبيها وتنامي بيها خير وبركه، ده حاجه ترجع لك، حاجه كويسه جدا. كل ما بتسيبيها على الشعر كل ما الماده بتتفاعل مع الفروه وتعمل انبات لفراغات مقدمه الراس، تطويل، تقويه، حاجه قويه جدا لمنع تساقط الشعر. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب الفيديو بس ينال اعجابكم، ما تنسوناش بس من اللايك والشير والحاجات الجميله دي.